مرحب حياتي أحلى متابعين على اليوتيوب وبرنامجي وين أنا اليوم في جامعة جيهان وفي قسم السيراميك تحديدا. قسم السيراميك قسم مهم جدا وقسم جميل بأعمال طلبة الجامعة، وأيضا في فنان كردي الأصل عراقي أعماله جميلة جدا، وهذه أيضا بعض من أعمال الطلاب وأعمال الموجودة. احنا راح أخذكم جولة، هذا أيضا سيراميك، وأيضا راح نلتقي به ونتعرف وياه على المواد وعلى الطين منين يجيبوه. هذه بعض الأعمال الخاصة بالطلبة الأعزاء، وأيضا بالفنان القدير، وأيضا هنا عندنا الفنانة ناهيد تشتغل أيضا. راح نشوف الفنانة ناهيد وهي تشتغل. مرحبا. مرحبا. يا هلا ناهيد. How are you? How are you? Fine حبيبي. Thank you. نشوف أعمال السيراميك. هاتوتون بولاي ماموستا. نعم. دالي چای قومو هروا بخو من دانشين اشتك كيشينو. ما شاء الله زور جوانه ما شاء الله. ألوان حبر أسود. أسود على السيراميك لترسم ناهيد. زور جوانه ما شاء الله. سباس. إذن حبايبنا وصلنا إلى الفنان العزيز القدير المحترم. مرحبا. شوني باشي. يا أهلا وسهلا. إعلاميا محترم، نورتونا. الله يخليك أستاذ. ومرحبا أستاذ، إحنا اليوم زرناك بمشغلك، وأكيد المشاهدين الآن على اليوتيوب حابين يتعرفون على حضرتك. تفضل. أهلا وسهلا. اسمك؟ نعم. الشكر عبد الله، أستاذ بقسم الفخار من جامعة جيهان أربيل، ونتعلم طلباء الأحباب. فإحنا نريد كل ناس يعرفون السيراميك، وهو سيراميك كبنقش كالأم، يعني دا أسميه مرات. فتقدرون تشتغلون بالطين. فالطين هو أهم شيء من معيشة الإنسانية، فإحنا نسويها بهذا الطين كل الأشكال وأنواع شكل كإحنا نريدها كفن. وبعد إحنا عندنا قسم أنواع قسم من النقوش ومن التزجيج ومن كل المراحل الفخار، حتى يسوون شغلات ويدخلون داخل الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن ويصير مرحلة التزجيج. هو أحلى مرحلة من السيراميك هو تزجيج، وتشتغل بالفلسل وبالأي شيء، وترسم أي شيء بالأفكارك داخل هذا البيس، يعني هذا القطعة أنت سويتها، وبعدين تقدر يعني تسويها معرس أم تتبيع أم حتى تقدرون تسوون شغلات أنت سويتها بيدك. نعم. أستاذ شكر، حبيت أسأل حضرتك الطين منين تجيبوه؟ هذا شيء سهل، يعني تقدر بكم مراحل، يعني أنت تقدر تسويه هذا الطين، لأنه كل مرات استخدم طين كاولين كطين صالح لأعمال السيراميك. فإحنا أفضل أنواع شنو الطين؟ هو كاولين. من يا منطقة؟ بالمنطقة بصرة يجيبون، لأنه عكاشات مرات. أفضل أنواع الطين من البصرة؟ بالعكاشات كل المكان يعني موجود، بس أكثر شيء بالعكاشات. يعني من يجيب لكم إياه شلون؟ أكو ناس يجيبون، يعني لما أدزهم يجيبون. يكون غالي سعره؟ لا مو هالقد غالي، بل للشغلات الفن يعني تقدر يعني تشتريها وتقدر تسويها. واكو غير طين كهم نفس الكاولين بات بيها شويه مثلا مختلف، يعني ويا الكاولين بيها مثلا الوان كاكسيد حديد وغير اكسيدها. بعد ما تصفيها وبعد ما كم مراحل تقدر تسويها عجين زين، وتقدر تسويها ايش انت اي شكل انت تريده. زين بي هولير اكو مناطق بيها تربه
صالحة أي مناطق؟ نعم بها بمنطقة الجبال نفس الشقلاوة بها موجود، وقريب من الشقلاوة هم موجود. يعني تربة خاص، يعني اكو هاي تربة ان شاء الله ما شاء الله يعني بها بالكردستان. تمام. زين، هذه الأعمال اللي شوفتها للمشاهدين أنا قبل قليل هي أعمال طلبة لو أعمال حضرتك؟ مشترك، قسم أني وقسم طلبة. أنا أريد يعني طلبة عنده إيد بكل الشغلات، حتى الشغلات يعني خاصة أنا دا أسوي هم عنده إيد الطلبة وياي، حتى أقوى من كل شيء، حتى لا يخاف من الشغلات مثلا كبير، حتى يقدر يشتغل شغلات أكثر من هذا. نعم. دورات بالنسبة للي خارج جامعة جيهان ويحب يجي يتعلم، هل هناك دورات؟ هل أبوابك مفتوحة يوميا؟ نعم لكل شخص يحب السيراميك، أبواب السيراميك من داخل جامعة جيهان مفتوحة إليه. فمن داخل الجامعة هم طلبة مال الجامعة موجودين، وخارج القسم هم موجود عندي طلبة من الساعة 2 حتى 4 يجون يمي ويتعلمون السيراميك، من فنون جميلة يجون يمي فيتعلمون السيراميك من الصفر وإلى آخرها. فعندنا كل الأقسام من السيراميك من يا إلى آخره. نعم. المشغل الوحيد في جامعة جيهان لو أكو مشاغل كلية فنون أكو لا، ما عندنا كلية فنون يعني بشكل رسمي، بات عندنا قسم سيراميك. قسم سيراميك عندنا كهم موهبة، يعني يريدون موهبة شيء، فمثل يحبون كل هوايات، اللي عنده هواية يقدر يجي وياخذ مني هذا الفن ويقدر يعني يشتغل شغلات كثيرة من الفن. تمام. بس يعني حبيت أسأل سؤال قبل ما ننهي حلقتنا وبرنامجنا مع حضرتك. المصاعب اللي تواجهك، المعاناة اللي تواجهك بعملك؟ مع الأسف نعم، احنا مثل كل الناس عندنا صعوبات بشغلنا. فالصعوبات مالتنا هو المواد التزجيج، كأنه مواد كيميائية ماكو مع الأسف بالعراق بتاتا، فلازم احنا نستورد من الخارج البلد مثل ايران مثل تركيا مثل غير البلاد. فنتمنى من كل الشخص يعني الحكومة فيتوفر هذا المواد السيراميك كي كل الناس يستفيدون من هذا المهنة، لأنه مهنة مثل كل المهنات الآخر، هو شيء جدي ويقدرون كل الناس يشتغلون على هذا المجال كسيراميك وسيراميك. نعم. يعني حتى في بغداد ماكو هاي المواد؟ بلا موجود، بس هم يجون من البرا، يعني ماكو مستودع حتى يستورد هذا المواد، يعني كلها استيراد. كل استيراد. يعني الصعوبة بس بالمواد مال التزجيج، ماكو متوفر بالبلد. الأيادي الماهرة موجودة، العمل موجود، الرغبة موجودة، كل شيء موجودة، بس المواد لازم احنا نستورد من الخارج، وحتى الفرن وحتى المواد الكيميائية وحتى الويل كهرباء احنا لازم نستورد من الخارج، لانه ماكو بالبلد يستخدمون ويصنعون هذا المواد من الاوكاسيت ومن الفرن ومن الويل ومن بس الناس. زين، اذا عطل شلون؟ اذا عطل مرات احنا بدنا نصنع، لو اودي على مصانع حتى يصنعونه ونرجع الى يصلحوا. نعم. يعني هذا فعلا صعوبة. احنا نضم صوتنا صوتك، نتمنى تكثر هذه الأجهزة الخاصة اللي الآن أنا دا أشوفها. إذا ممكن تحكي لنا عنها أستاذ شكر. هذا ويل كهربائي. نعم. هذا اسمه ويل كهربائي، يشتغل على ويل باليد كمثل ما تشوفون هسه هنا. نقدر نشغله. نعم. أستاذ شكر. نعم، هذا كهرباء ماله مفتوح من هنا يشتغل. نعم. نخلي الطين هنا. هذا خلي الطين هنا. هذا بيه سرعة معينة. نعم. سرعة. نعم. هذا نفس الجير مال السيارة، توديها بطيء سرعة وبعدين ينخفض حتى يطفي. هذا هو الويل. نعم. هذا ويل كهربائي، وهذا فرن. هسه خلينا بالويل وهاي المواد الخاصة. هذا شنو؟ هذا نفس الويل. هذا نفس الويل. هذا غير نوعية. غير نوعية من غير مكان. وهذا شنو أستاذ؟ هذا أدوات الشغل، يعني مثل خشب احنا بدنا نستخدم على الشغلات
مثل شغلات مثلا بدنا نستخدم على اي شيء بسيط يعني. نعم. كل الناس الطين يقدرون ما يسووا. يحتاج يمكن مواد صعبة يعني. لا، انت لا، لا، كل الفنان شيء بسيط. يتفنن بيه مو؟ اكيد. نعم. فكل شيء لما انت اشتريت ما تقدر تسوي اسمك فنان، لازم انت تصنع هاي الشغلات. نعم. الشغلات البسيطه هو بيدك لازم نعم. حتى تشتغل يعني تسوي شغلات حلوه. نعم. هذا الخط مسماري اذا نعم. تشوف الهاي من لوحه. نعم. هذا الخط مسماري. نعم. هو لازم ماكو ايراد يعني تشتغل، بس مجرد بالخشب مثل هذا. نعم. تقدر تسويها. سهل. نعم. هاي حفات كله بهذا الاتجاه مال شو اسمه، هذا العودة يقعد نعم بهذا الشكل، وتكتب اي شيء. نعم. يبقى هو الفنان وابداعه. وعدتين مباشرة يرجع. نعم. مثل آباء وأجدادنا شلون كتبوا على لأنه ما عندهم أي أدوات أي شيء، يكتبون نعم. بالإيد، يكتبون بالخشب، عودة بأي شيء. نعم. حتى يتوافقوا منه. نعم. وإحنا من هنا ندرس الطلاب هذول الشغلات حتى يصنعون الأكواب، حتى يصنعون البيت، وحتى يصنعون كل شيء من السيراميك، حتى يفهمون السيراميك تين نعم. شنو، أهمية السيراميك، أهمية التين شنو. وهذا اللوحات احنا سوينا على الكاشي. نعم. فهذول الالوان كله يرادوا الفرن، فاحنا نتعلم الطلاب نعم. على هذا الشكل شلون يقدرون يصنعون الكاشي. هذا الكاشي ابيض ساده استاذ شكر. كاشي ساده، واحنا سوينا نقش وصراحه. نعم. مثل هذا يسمون هوري. نعم. كردي هذا. ونقشات مثلا مثل مافور. نعم. هذول الشغلات مثل. اذا استاذ اني كل سعيده استاذ شكر، او ان شاء الله نشوف اكبر سنتر في جامعه جيهان وفي هولير، وكل المصاعب ان شاء الله ايضا تتذلل امامك، وان شاء الله كل التوفيق لك. شكرا لك استاذ شكر، تحياتنا لك. اذا حبايبنا تشوفون هذه الاعمال الجميله اللي قال عليها على السيراميك. هاي كلها على السيراميك، اعمال جميله جدا. هاي اعمال ولا اروع. تحياتي لكم، نلتقي في حلقه اخرى وبرنامج اني وين.